لكن برضو القضية حاضرة كعادة أفلام حضرتك دايما. فهل حضرتك بتشوف إنه ضروري إن إحنا دايما نبقى بنطرح أسئلة؟ يعني هنا الموضوع مرتبط برضو بالدعارة وبالابتزاز بحاجات تانية مع الحب والكلام عن الصوفية والذوق. أظن بأن الدنيا، لأن في الفيلم كاين جوج مراحل في الحياة الدنيوية اللي فيها لافونجونس، فيها حب، فيها فساد، فيها انتقام، فيها عدة أشياء. كاين البحث عن الحب والحقيقة. طيب عايزة أسأل فاطمة ناصر. أنا عارفة إن أنت طبعا ممثلة تونسية معروفة طبعا في مصر، بس ده أول فيلم في المغرب. كلمينا بقى عن التجربة دي، خاصة إني قريت إنه ده ما كانش الدور الأساسي، المفروض كنت هتلعبيه، كان هيبقى فيه دور تاني، فهل ده حقيقي؟ لا هو دور هبة. أنا أول ما قريت السيناريو حبيت الشخصية جدا واستمتعت بيها وحلمت بيها وعشت معاها وحسيتها الله يبديتي في الفيلم فيه كله عنده الشخصيات، كل شخصية عندها وقت، عندها فضاء، عندها مرحلة. تنظن بأن ما فيش. طيب فاطمة، ده برضو مش التعاون الأول مع أستاذ حسن صح؟ لا مش التعاون الأول. طيب كان في فيلم قبله اسمه حبيبة، ولسه حالا بيعمل مهرجانات برا المغرب، وده ثاني فيلم، يعني هو قربني بحبيبة أول. طيب اللي حابب يا جماعة يسأل اتفضل. دايما تنورنا في القاهرة، وطبعا الفنانين الجمال اللي معاك. أنا استمتعت بالفيلم، بس أنا في جزء مش فاهماه، يعني في سقطة كده غريبة. المشهد اللي في المقبرة والأب اتفاجئ إن حبيبة ابنه هي دي اللي عمل معها علاقة. ليه ما منعش الجواز؟ يعني ليه؟ لماذا لم يمنع هذا الزواج؟ ليه الأب ما عرفش؟ يعني ليه الأب ما اعترضش على هذا الزواج؟ إذا دي واحدة هو عمل معاها علاقة، إزاي يقبل إنه ممكن ابنه يتجوزها؟ وخصوصا يعني هو أب عنده مبادئ وعنده قيم، يعني عائلة واضح إنها عائلة محترمة ومحافظة، فكمان هو عارف إن هي بتشتغل في المساج ومنحرفة وعندها استعداد تعمل علاقات مع الرجال. إزاي يترك ابنه يتزوج واحدة بهذا الانحراف؟ هذا هو المهم، هو أن العقيدة ديالو هو أن التسامح، ليست أنها كانت تعمل في سبا، كانت تعمل في الفساد، أننا نحطمها ولا نعطيها حق في الحياة. بس ما ينفعش أب وابنه الاثنين يعملوا علاقة مع نفس المرأة. لذلك هو غادر هذه الحياة الدنيوية وانتقل إلى الزاوية، خلى الشباب يعيشوا ولا مسكوت. اللي مع الأسف الوقت فضح القضية، ولكن عاشوا 20 سنة بالحب كمان. يعني هو عاقب نفسه بأنه راح عاش في الزاوية كعقاب لنفسه، لكن هو أذى ابنه. يعني ما أذاش ابنه عاش 20 سنة سعيدة جدا، لأنه كانت يحب هذه البنت وعاش معها. نعم، شكرا. وهذا الاختيار ديال فاطمه. مهرجان كارتاج اقترحت على مهرجان كارتاج، ولكن كنت اعطيت المهرجان القاهره، اعطيته، كان هو التصوير الاول، وقلت له بان العرض الاول العالمي غادي يكون في القاهره.